حاطت بالمباراة والإصابات المتعددة التي بعثرت نوعا ما أوراق المدرب مارتينيول، لكن في آخر الأمر النتيجة أكثر من هامة. أكيد مباراة مهمة جدا طبعا يا نزار النهاردة، ومبروك للنادي الأهلي والجمهور النهاردة، وعودة النادي الأهلي للبطولة تاني. الوضع الطبيعي للنادي الأهلي إنه يبقى في المركز الأول زي ما قلنا، وأعتقد إن الفوز ده فوز يدي امل كبير جدا ان شاء الله ان احنا نتاهل للدور اللي جاي باذن الله. النادي الاهلي لو تاهل انا بقول لك هيوصل لنهائي البطوله ان شاء الله. ساقاطعك، سنذهب الاولويه المباشر، نذهب مباشره الى ردود الفعل، حيث ينضم الينا مراسلنا في المغرب ياسين معراش. مرحبا بك ياسين. اكيد اذا خيبه امل كبيره بالنسبه للوداد، في المقابل الفرح هام بالنسبه للاهلي الذي عاد من بعيد في هذه المسابقه. نعم بالفعل زميلي نزار، فرحة كبيرة وفوز مهم بالنسبة لفريق الأهلي من أجل العودة لهذا السباق للتأهل إلى الدور القادم. معي أسامة عرابي المدرب العام لفريق الأهلي الحديث حول هذه المباراة وهذا الفوز المهم. كابتن أسامة، أكيد بعد التعادل ذهابا الأهلي ربما كان يستحق ربما أكثر من التعادل ذهابا، لكن